الصدمة النفسية بتتعرف على انها حدث جلل له اثر نفسي عنيف واثر جسدي عنيف، مشاعر تقيلة في النفس، الام في الجسم، اضطراب في النوم، لخبطة في الحياة، مش عارف استعيد نظام حياتي واستقراري النفسي والحياتي زي قبل كده. حالة اضطراب العنيفة دي ممكن تكون فترة طويلة، مش فترة مؤقتة بتمر وبتخلص، لا، بيبقى أثرها طويل الأجل شوية. لو انت بتمر بالأحداث دي أو الصدمة دي وبسبب مشاعر تقيلة مريت بيها في الماضي، احنا بنقول انه انت تحت اثر الصدمة النفسية. النهاردة هتكلم عن ال5 مراحل اللي بنمر بيهم في حالة التعرض للصدمة النفسية او الام عنيفة في الماضي اتعرضنا لها بسبب احداث تقيلة. ال5 مراحل دول بنقول ان هم بيندرجوا تحت مرحلتين اساسيتين. مرحلة اولانية بنسميها عاصفة الصدمة. عاصفة الصدمة مرحلة بتتكون من 4 مراحل أساسية من مراحل الصدمة النفسية، وبنقول عليها هنا المراحل دي عبارة عن ميكانيزمات نفسية النفس بتستعين بيها بغرض الحماية. أول مرحلة من مراحل عاصفة الصدمة هي مرحلة الإنكار. لما تتعرض لمشاعر تقيلة قوي النفس تميل في اللحظة دي لعدم التعامل مع الواقع ده والمشاعر الكتير اللي ضربت في وشها. فقدت شخص عزيز عليك، انفصلت، سبت وظيفتك، او كذا حدث عنيف حصل وفي وقت قصير، عقلك مش قادر يستوعب كمية الاحداث دي، فبيبدأ يتجنب، يهرب، يبعد، يقول لا 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 مفيش حاجة، لا اكيد ما توفاش، لا لا اكيد في حاجة غلط، اكيد هرجع شغلي، لا 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 اكيد رفيق الضرب هيرجع، لا اكيد مش هيسيبني. ايا كانت الطريقه اللي بتحاول تنكر بيها حدوث المشاعر. واحيانا الانكار ده بيبقى بشكل عضوي، انك تنام كتير، بتشرب مخدرات كتير، بقى تاكل اكل كتير، ايا كان حاله من التخدير، انك ما تتعاملش مع الواقع باي شكل علشان تنكر او ما تواجهش هذه المشاعر. تاني مرحله بمجرد ما حاله الانكار تخلص، ودي فترة بتبقى مؤقتة برغم انها قد تكون مفيدة في البداية لان غرضها حمايتك وتبدأ تهدى كده، ما تتعاملش مع الجرعة العنيفة دي من المشاعر، الا انها وقتها قصير. بعد كده بتبدأ تدرك انه لا، هو الامر وقع وانه دي حقيقة وان انت محتاج تتعامل معاها. فتيجي المرحلة التانية الا وهي مرحلة الغضب الشديد. حالة كده من الترفيس، حالة من عدم الراحة والعصبية والضيق. هدفها هنا انها تمسك المشاعر التقيلة، الاحساس بالفقد والاحساس بالألم والاحساس بالخوف والسيناريوهات اللي انت مش عارف تعمل فيها حاجة وبتضرب في دماغك والمشاعر التقيلة. فبيجي الغضب يغطي على كل المشاعر دي عشان ما تشوفهاش، وده برضو ميكانيزم غرضه الحماية، انه يحميك من مواجهة المشاعر المؤلمة دي. وقد يظهر بقى في صورة تريقة واستهتار واستنكار وازدراء للآخرين، حالة من الايزوليشن او حالة من الانفصال عن المجموعة. ففي اللحظة دي انت بتلاقيك نفسك بتحاول تبعد عن كل الناس اللي حتى ممكن يكونوا مصدر ليك دعم، سبورت سيستم. عارفين اللقطه بتاعت انا مفيش حد بيحبني بس في نفس الوقت ما حد يجي يقولك انا جنبك وعايزه ابقى جنبك، ابعد عني مش عايز اشوف حد، كلكم مصطفى ابو حجر اللي هو. فدي المرحلة دي انت بتبقى بترفص في كل اللي حواليك لانك بتبقى غضبان جدا. المرحلة دي لما بتخلص بتخش في المرحلة الثالثة الا وهي مرحلة الصفقة. المرحلة دي بتحاول تستعيد فيها احساسك بالتحكم في زمام الامور، انه لسه في حاجة في ايديك تقدر تعملها. بيبقى غرضك هنا انك بتعمل صفقة مع نفسك ان هو لا 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 اكيد كل حاجة هترجع كويسة تاني، انا لو بس كلمت الشخص اللي انا كنت مرتبط بيه وبدأت اصلح معاه الدنيا هتظبط، انا لو رجعت كلمت مديري ممكن ارجع لشغلي، لا لا اكيد انا ممكن اقدم كذا، انا ممكن اعمل كذا، انا لو صليت، انا لو خرجت صداقات كتير كل حاجة هترجع زي ما كانت. وبتبدا تخش في سيناريوهات لو ما كنتش عملت كذا كان هيحصل كذا، لو انت عشان عملت كذا، ونبدا نخش في سيناريوهات وات اف، ايه اللي كان هيحصل لو انا ما عملتش كده. وتبدأ بالذات في الناس اللي علاقتها قوية بربنا تبدأ تستخدم فكرة الصفقة بينها وبين نفسها في الجانب الديني، انها تحاول انها تحس انه مفيش حاجة حصلت وانه ربنا هيتدخل في اللحظة الاخيرة وهيغير كل حاجة، كل حاجة هترجع زي ما كانت. لما بتبدأ تدرك انه قدر الله وقع وانه ده الامر
وخلاص وانت محتاج تواجهه، تخش في المرحلة الرابعة من عاصفة الصدمة، ألا وهي مرحلة الإحباط الشديد والاكتئاب. خلاص الأمر وقع، مفيش أي تغيير، هو ده الحال وهو دي النتيجة اللي احنا فيها. وهنا بتكتئب جدا، وبيجي لك اضطراب نوم، وبيجي لك اضطراب ذاكرة، وآلام في جسمك. وآلام الجسم على فكرة واضطراب النوم واضطرابات الذاكرة ممتدة معانا في الأربع ميكانيزمات او 4 استراتيجيات، لكن بتتجلى قوي قوي في حالات الاكتئاب والاحباط الشديد. ان انت بتلاقي نفسك مش قادر تفتكر حاجه، وذاكرتك ضعيفه، جسمك تعبان وموجوع، والام جسديه، وكمان بتظهر اعراض اي كرونيك ديزيز او امراض مزمنه بتظهر عليك. ممكن يظهر الضغط، ممكن يظهر السكر، ممكن يظهر امراض شديده عنيفه مستمره، او تلاقي نفسك عضلاتك طول الوقت وجعاك، يا اما نايم طول الوقت، يا اما مش عارف تنام، مخاوف كتير. الاحباط والاكتئاب بيبقى المرحله الرابعه والاخيره في مرحله عاصفه الصدمه. المرحله دي تحديدا اما انها تنتهي وتبدا تخش في المرحله الثانيه او المرحله الاخيره من مراحل الصدمه، او انها تبدأ تجيب من الاول لوب تفضل فيه، ان يحصل اي حاجة تفكرك بنقطة البداية بنسميها التريجر او المستحث او الحاجة اللي تستحث ذكرياتك، فتبدأ تجيب من الاول انكار وغضب وصفقة واكتئاب واحباط وتعب، وتفضل في اللوب دي. بنقول طول ما انت في اللوب دي وعاصفة الصدمة هنا بتبقى تحت اثر عقلية الضحية، وان انت بتبدأ هنا بتشوف نفسك مظلوم وضحية اللي حصل، وانك ما تستحقش اللي حصل لك ده، وانك بتحاول تستعيد العدل، وبتبقى عايز تنتقم وتثأر من اللي عملوا فيك كده، وبيبقى شغلك قوي منظومة العدل ومنظومة الظلم وازاي وليه، وعايز تنفذ العدل بايديك لان مفيش العدل بيتحقق. وهنا بتفضل في عقلية الضحية وتلوب في هذه المشاعر بشكل طويل وبدايرة طويلة، الى ان يحدث حاجة من الاتنين: اما انك تستسلم، ودي بتبقى بداية مرحلة التعافي، او ان انت تستعيد عقلية المسؤولية، وهي الرغبة في الفوقان، الرغبة في انك تتحكم في مسؤولية حياتك، او تتحكم في حياتك ومسارها، بانك مش ضحية اللي حصل، وانك مش مظلوم، وانه ده قدر ربنا اللي وقع، وان انت هنا هتختار انك ايا كان اللي حصل انت مسؤول عن اصلاحه. يمكن انت مش مسؤول عن حدوثه، او مش انت السبب انك عملت في نفسك كده، لكن ايا كان مين اللي عمله قدر ربنا سبحانه وتعالى فيك لاختبار ناس ظالمة في حياتك، حدث تقيل ومشاعر كتير وانت ما كنتش تستحق ده، ايا كانت تعرفتك فانت مسؤول عن اصلاحه. اهل كانوا متعبين، مدير كان مرهق، زوج او زوجة كانوا تقال وشداد في حياتك، ايا كان انت مسؤول عن اصلاح ما تسببته هذه الفترة. وهنا بتبقى حالة المسؤولية بتتجلى جواك، انك مسؤول تعدل افكارك وتعدل مشاعرك وتعدل سلوكياتك وتعدل اثر هذه الاحداث التقيلة على نفسك، من خلال ان انت بتبدأ تركز هتعلم ايه من اللي حصل، ايه الحدود النفسية اللي انا محتاج ان انا اتعلم احطها، هل كنت بتكلم عنها اكتر ما انا بمارسها عشان كده الناس ما كانتش فاهماها قوي فانا محتاجة اعيشها اكتر، هل ان انا تجاوزت حدود كتير وانا ما كنتش واخد بالي، ايه هو العدل الحقيقي والرحمة في نفسي، اكتر ما انا انشغل مين يبقى عادل معايا انا هبقى عادل ومنصف في حق نفسي ازاي. وبتبدأ تركز على الدروس، القيم، المبادئ، الإيجابيات اللي في حياتك اللي بتبدأ تخلفها، وبتبدأ رحلة التعافي بتاعتك. رحلة التعافي انت ممكن تكون قادر تعملها لوحدك لو انت فعلا مركز ومستحضر ازاي تعيش ده، ازاي بالورقة والقلم تجمع الدروس اللي استفدتها وازاي تطبقها، ايه منظومتك القيمية الجديدة، سواء قيم إنسانية، قيم روحانية، قيم دينية، ايه الارض اللي انت واقف عليها، هتتعلم ايه عشان لو الاحداث دي اتكررت تاني، لانه هنفضل نمر باحداث تقيلة وعنيفة، ايه الحكمة من اللي بيحصل لك، ربنا عايز يعلمك ايه. اهم حاجة في المرحلة دي انك تكون رحيم بنفسك، وانك تدرك ان ده بياخد وقت، وان انت مش مجرد ما انت نورت او استسلمت للوجع وخلاص ومفيش حاجة ويلا بقى نقوم عشان كده كفاية وزهقنا.
المرحلة دي لما بتبدأ محتاج ان انت ترحم نفسك فيها بانك تاخد وقتك فيها، ما تبقاش مستعجل انك خلاص زهقت من الوجع ومن الألم وعايز تتجاوز المرحلة دي بسرعة ويلا بقى نفوق ونصحصح كده وحياتنا تنعنش ونرجع حلوين. لا، بتاخد وقت، والوقت ده كل ما انت كنت قادر على الصبر والتأني في انك تتعلم الدروس المطلوبة، كل ما قدرت تتجاوز المرحلة دي احسن، وقدرت تستعيد زمام امورك او التحكم وادارة حياتك بشكل احسن. ولما بنقول التحكم احنا هنا مش بنتكلم على التحكم في الاحداث الخارجية، لا، بنتكلم على ادارة ردود فعلك وتفاعلاتك مع المحيط، مع الناس، انك تقدر تستخدم وتستغل بشكل انساني وجميل كل دوائر السبورت سيستم بتاعك، دوائر الدعم بتاعتك، انك تقدر تستعين بالناس وتستعين بنفسك وتستعين بربنا بشكل انساني وصحيح وانت صابر وعارف ان الموضوع بياخد وقت. اما لو انت مش قادر تمر بمرحلة التعافي لوحدك، انا النهاردة بقولك ان احنا بنوفر لك برنامج غرضه التعافي من كل ألم الماضي. البرنامج ده احنا بنقعد مع بعض رحلة سوا، احنا الاتنين، هي رحلة خاصة بيك جدا، غرضها انك تقدر تمر مرحلة التعافي دي وتتعافى من كل المشاعر التقيلة ومن عاصفة الصدمة العنيفة دي، وتبدأ تشوف فعلا ايه الدروس اللي انت استفدتها وتستعيد قيمك تاني وتعيد بناها وبناء نظامك الفكري والبليف سيستم بتاعك بشكل رحيم وإنساني وحقيقي، وتكون استفدت وكمان زودت مناعتك النفسية. البرنامج مش غرضه ان انت تلاقي حد بس يبقى رفيق لك في الرحلة، هو غرضه ان انت تتمد بأدوات تساعدك تتعلم من كل اللي فات عشان تعيد بناء نفسك. مش غرضه ان انت تلاقي حد تعتمد عليه وتيجي تركن عليه عشان يساعدك ويديك الحباية ويلا قوم هتخف، لا، الرحلة دي انت الاساس فيها. انا مش اكتر من شخص بيمدك بكل الادوات، جديتك، مسؤوليتك، رغبتك الحقيقية في انك تتعافى وانك تخرج من عقلية الضحية هي الضامن الاول والاكيد ليك انك تقدر تتعافى وتقدر تستثمر كل الادوات اللي احنا بنقدمها لك باذن الله. لو انت حابب تعرف اكتر عن برنامج تعافي الماضي، تواصل معانا على رقم الواتساب اللي هيبقى موجود على الفيديو ده واعرف اكتر عن البرنامج الفترة اللي فاضلة فيه فترة محدودة جدا، عشان ان شاء الله هننزل ببرامج اخرى استعدادا لرمضان. نشوفكم على الف خير وكل سنة وانتم طيبين باذن الله، واستعينوا بالله على قضاء حوائجكم.